بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة طلقة الأسد، لقد ألقينا القبض على أحد الإرهابيين تابع للجيش السوري الحر، وألقينا القبض عليه متلبسا. شو اسمك ولا؟ جهاد عبد الله الكاظم آل سلام. منين أنت ولا؟ من السعودية. شنو تسوي هنا ولا؟ جينا نحارب. بتحارب مين أنت؟ بتحارب مين؟ احنا نحارب الجيش السوري. طيب مين اللي دزك؟ ليش تحاربون الجيش السوري وشو دخلكم هنا؟ لأن احنا عرعور دزنا، احنا صح السعوديين بس عرعور هو دزنا. هو عرعور الدزقن؟ اي نعم. طيب هلا أنت بقبضة الكتائب طلقة الأسد، شو بدك تقول ل عرعور ولا جماعته؟ والله بدنا لهم، هم عملوا السوء معانا، عملوا الغلط، يعني هم أساسهم غلط. أساسهم غلط، يعني أساس عرعور غلط. نعم. طيب وهلا أسئناك نحن، ضربناك شيء؟ لا. طيب هالدم اللي عليك من وين؟ ما نعرف. ما أنا ضربت راسي بالأرض. ضربت راسك بالأرض. أي. يعني مو نحن اللي سوينا. لا. يعني شو رأيك بالخدمة تبعنا؟ شو رأيك بالجيش السوري؟ جيد جدا. طيب هلا جيد جدا، بس أول شيء ما كانش جيد جدا، مو هيك؟ لا ما كان. هسه على انك بقبضة الكتائب طلقة أسد، هلا أنت جيد جدا. هم زينين، محترمين، ناس محترمين. اوكي. هلا لما بنبعتك نحن اذا بنخلي سبيلك وين بدك تروح؟ يمكن نروح للعراق. ليه طيب للعراق؟ بدك تحارب العراقيين هلا ليه؟ لا، نريد نساعد العراقيين. ساعد العراقيين ان شاء الله. يا عين عليك. وهلا شو بدك تقول للرئيس بشار الأسد لأنه غلطت بحقهم؟ شو بدك تقول لهم؟ احنا آسفين جدا يا سيدنا، ويا ريت تسامحنا وتطلق سراحنا. وهسه شو بدك تقول للكل بعرعور؟ والله هذا عرعور يعني هو هدم وحطم مستقبلنا، ومش بس مستقبلنا، مستقبل كثير من الشباب راحوا هدر. نعم. طيب كان معاكم كتيبة طلقة الأسد من سوريا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والنصر لسوريا، وتحيا سوريا حرة بيا، وحيي الرئيس بشار الأسد. الله أكبر. الله أكبر.